عمرك حسيت إنك تايه؟ مش عارف رايح فين ولا المفروض تعمل إيه، وتقعد تقول لنفسك يا رب اديني إشارة، اديني علامة تمشيني. بس الحقيقة العلامات ساعات بتجيلك بس انت اللي مشغول لدرجة انك مش شايفها. مثلا تيجي تقوم تصلي فجأة من غير سبب وتقوم وخلاص، ما تفتكرش إنها صدفة، ده نداء جاي مخصوص ليك. مرة تانية تلاقي قلبك اتضايق من ذنب كنت بتعمله عادي، والإحساس ده يفضل يزن عليك، ده اسمه تنبيه مش إحراج. ده ربنا بيقولك قوم أنا عايزك ترجع. وساعات تيجي فجأة تبعد عن حد كان بيدلك غلط، علاقة تتقطع، شغل يتقفل، باب يتقفل، تفتكر إن ده شر، مع إنه ممكن يكون أكبر حماية في حياتك. إحنا بس بنفتكر إن رسالة ربنا لازم تيجي بصوت من السماء، مع إن الرسائل الحقيقية بتيجي في التفاصيل، في دقيقة، في فرحة، في كلمة، في موقف، في لحظة ألم، أو حتى في لحظة راحة غريبة ملهاش سبب. الموضوع مش إن ربنا بعيد، الموضوع إنك محتاج تهدى وتحس، لأن أقرب طريق لربنا إنك تبقى صاحي من جوه. جرب كده تقف نص دقيقة كل يوم وتسأل نفسك يا ترى ربنا بعت لي إيه النهاردة وأنا ما خدتش بالي. هتتفاجئ إن كان بيعدي عليك خير كتير وإشارات كتير وطمأنينة كتير، بس زحمة الحياة كانت عامية قلبك. ومتنساش تصلي على النبي. سلام.